كل لحظة تمر عليك هي نهاية عالم وبداية عالم آخر. لا تتحسر ولا تنتظر. كن. ويليام جيمس بيقول إن القدرة التي تحرك العالم كامنة في عقل الإنسان. من معجزات ربنا هو العقل البشري. العقل البشري فيه 3 مستويات. المستوى الأول اللي بيسموه the conscious mind أو العقل الواعي، اللي هو مسؤول عن التحليل والاختيار ما بين البدائل المختلفة وانتقاد المعلومات. تاني مستوى من العقل البشري اسمه مستوى the subconscious mind أو العقل اللاواعي. العقل اللاواعي ده كنز في حد ذاته. العقل اللاواعي يقدر إن هو عامة بيخزن لك كل التجارب الحياتية عشان تقدر تستخدمها بعد كده لاختيار ما بين البدائل، لكن في نفس الوقت هو لا يعرفش الفرق ما بين الحقيقة والخيال، لدرجة إن كان في جراح زمان اسمه جيمس إزرائيل من القرن الماضي كان بيعمل عمليات جراحية حتى منها بتر ومنها إزالة أورام عن طريق التخدير الذهني فقط. نيجي عند المستوى الثالث اللي هو المستوى السوبر كونشس مايند أو العقل الفوق الواعي. العقل الفوق الواعي ده هو بيسموه الهاتف النصح الخاص بالإنسان. هو الصورة اللي الإنسان ممكن يتمنى إن هو يوصل لها من خير، من جمال، من حكمة. عشان تقدر توصل للنفس السامية دي محتاج خلوة، محتاج سكون، محتاج ذكر، ومحتاج صلاة. عشان تقدر توصل درب نفسك على الأقل 2 مرات في الأسبوع إن أنت بتخلو بذاتك عشان تعرف توصل للنفس السامية وتعرف إن أنت تبقى إنسان أكثر سعادة وأكثر طمأنينة.